أهلا بيكم في الجزء الثاني من حكاية خط الصعيد. وقفنا الفيديو اللي فات لحد ما اللواء إسماعيل عارف إن أهل البلد بيهربوا الإتاوات للخط، وده طبعا بسبب خوفهم منه ومن رجالته. ولما اللواء إسماعيل عارف، عمل خطة محكمة جدا علشان يخلص بيها من الخط ورجالته. يا ترى عمل إيه اللواء إسماعيل؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ، حابة أشكركم على تفاعلكم معايا، وشكرا جدا من قلبي لل1000 مشترك، وإن شاء الله بيكم هيبقوا ألوفات. نبدأ الفيديو بتاعنا. اللواء إسماعيل لما عرف اللي عمله أهل البلد، الدم ضرب في نافوخه وقال: ده أنا أحميكم منه وانتوا برضو بتنصروه عليا؟ طب يانا ينت يا منصور. وراح مراقب كل الأعيان ومنعهم إنهم يبعتوا أي إتاوات لرجالة الخط. فطبعا ده نشف الدنيا قوي على منصور ورجالته. فمنصور قال: بس كده اللواء إسماعيل جاب معايا النهية، أنا هقتل اللواء إسماعيل. بس الشيخ عواد قال له: بلاش، انت كده بتعادي الحكومة وده خطر جدا. لكن منصور ما وافقش على كلامه وصمم على اللي في دماغه. الشيخ عواد كان أعقل من منصور ومش غشيم زيه. لما لقى منصور مصمم كده على قتل المأمور، قال له: مع نفسك، أنا هرجع بلدي واتحمى في شيخ الغفر وانت عيش براحتك. ويوم 15 سبتمبر 1946 هجم الخط وعصابته على المأمور ورجالته، وما خلوش حد عايش على وش الدنيا. بس سبحان الله، على الرغم من ان المأمور لوحده خد 4 رصاصات، إلا إنه كان لسه ليه عمر وما ماتش برضه. بس الحادثة دي بقى فتحت النار على الخط وعلى الحكومة. إسماعيل باشا صدقي، اللي هو كان رئيس الوزراء ووزير الداخلية في نفس الوقت، حس بإحراج جامد قوي. إزاي عيل من مطاريد الجبل يدخل على رجالته ويعمل معاهم كل ده من غير ما يكون في رد فعل قوي جدا منهم؟ بسرعة إسماعيل باشا كلم عزيز باشا أباظة مدير أمن أسيوط وقال له: الواد ده لازم يتجاب. عزيز باشا قال له: اعتبره حصل يا باشا. وكلف الملازم أول محمد سعيد هلال بالمهمة دي، وقال له: الواد ده بتاعك، وعشان أسهل عليك المهمة إحنا هنعلن عن مكافأة 1000 جنيه لأي حد يدلنا عن مكانه. الملازم محمد هلال ما كدبش خبر، وكون فرقة من أكفأ ضباط الداخلية، وعمل خطة محكمة علشان يوقع بيها الخط. وبعد 36 ساعة الخط بعت له مرسال بيقول له: اتشاهد على نفسك يا باشا وعلى عيلتك كلها. في نفس الوقت عزيز باشا كلم ناس من قيادات الجيش وخصصوا 1000 عسكري علشان يحاربوه. وفعلا قدروا يسيطروا على كل الأراضي وبوابير المية اللي تحت إيد الخط، لدرجة إن الأعيان وكبارات البلد خافوا فعلا وقالوا: لا، المرة دي غير كل مرة، الحكومة واضح كده إنها سنت سنانها ومش هتعدي على خير للخط. والكل بقى بيتعاون مع الحكومة، حتى شيخ الغفر اللي راح الشيخ عواد يتحمى فيه هو بنفسه اللي قتله علشان يكسب بنطة عند الحكومة. فلما عواد اتقتل، الخط قال: يمالها بردت كده ليه؟ وراح شايل ديله في سنانه وقال: يا فكيك، وساب أسيوط كلها. الضابط محمد هلال قلب الدنيا عليه وما لقاهوش، وده حط الحكومة في موقف وحش تاني. بقى جيش كامل ومجموعة من أكفأ العساكر والضباط مش عارفين يقبضوا على حتة عيل ما كملش حتى 28 سنة. المهم، الضابط محمد هلال ما خلاش خرم إبرة غير لما دور فيه، لحد ما جاله أخبار إن الخط في منفلوط في وابور مية في قرية هناك. بس إيه، سكته وعرة جوي، وده لأنه متحاوط ب500 فدان ذرة. يعني صعب جدا إنهم يعدوا من كمية الذرة اللي موجودة، وحتى لو عرفوا أكيد هيلاقوا الوابور مترشق كله رجالة وسلاح، وهتبقى مجزرة. مين بقى اللي كان بيحمي منصور ورجالته في منفلوط؟ عمدة البلد، وده طبعا خوف ورعب منه مش أكتر. الضابط محمد هلال قال: بس إحنا نطلع على العمدة، هو اللي هيساعدنا. بس طبعا العمدة أنكر إنه شافه أو حتى يعرف عنه أي حاجة. أكيد طبعا خايف على نفسه وعلى أهله. بس الضابط هلال كان متأكد إنه عارف مكانه ويقدر يساعدهم. قام عمل له كارت إرهاب كده وقال له: تمام يا عمدة، بما إنك رافض تساعدنا، افتح يا ابني محضر واطلب فيه عزل العمدة حمدي خليفة وتحويله للمحكمة. العمدة أول ما لقى كده ركبه بدأت تخبط وقال: يكونش قصدك محمد منصور الخط ابن منصور الخط؟ الضابط هلال قال له: أيوة، الله ينور عليك. العمدة حمدي قال له: خلاص يا باشا، أنا هسلمهولك. قال له: هتعمل إيه يا عمدة؟ قال له: ولا حاجة يا باشا، الخط الفترة دي مفلس على الآخر، فأنا هجيب له عيل يخطفه ويطلب فدية من أهله 200 جنيه، وساعة الدفع تكبسوا انتوا عليه ويتم المراد. ويوم 8/8/1948
الضابط محمد هلال واللي معاه حصروا مكان التسليم، والساعة 6 الصبح ظهر الخط هو والرجالة بتاعته. وأول ما ظهر العمدة ميل على الضابط هلال وقال له: هو ده الخط يا باشا. وساعتها الضابط هلال هو وفريقه فتحوا النار على الخط والراجل اللي معاه، وخدوا حق البهدلة اللي اتبهدلوها شهور بسببه. بس الضابط هلال من فرحته ما بقاش مصدق إنه فعلا خلص على الخط، وبدأ الفار يلعب في عبه، وقال لنفسه: أنا إيش عرفني؟ مش يمكن العمدة بيضحك عليا وجايب لي أي واحد وقال لي إن هو الخط، خصوصا إني معرفش شكله لا أنا ولا أي حد من اللي معايا. فقرر إنه يجيب أمه علشان تتعرف على جثته، وفعلا جابها وقال لها: ابنك ده يا حاجة؟ أول ما شافته قالت له: مين ده يا باشا؟ أنا معرفوش. ساعتها الضابط هلال كان هيتشل من الصدمة، وفكر إنه يجيب مراته ويسألها، وراح جابها فعلا وكشف الجثة وقال لها: تعالي هنا يا ولية، جوزك ده ولا مش جوزك؟ أول ما رشيدة مرات الخط شافته قامت رقع بالصوت الحياني، وساعتها الضابط هلال اتشاهد وقال: ياه، أخيرا أسطورة الخط انتهت. ولحد هنا خلصت حكاية الخط وحكايتنا احنا كمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا.